وعمر الخارج ما هيخليك ما تحسش بالنقص. الخارج إلا وسيلة للعيشة فقط، وسيلة للعيشة فقط. لكن اللي متربي على طبلية أبوه وعايش على طبلية أبوه ومتربي صح التربية، عمره ما يحكي في الناقصة. أرضه عنده، حلاله عنده، بيته عنده، شبعان من طبلية أبوه. طيب يا عمدة بيومي، انت عاوز توصلنا ليه النتيجة؟ اللف والدوران ده مش هيوصلنا النتيجة. في ناس عملت لها قرشين في الخارج وقالت أنا وأني ويا أرض تهدي ما عليك كدي. لا، عمرها الأرض ما هتتهد ولا عمرها ما هتكون كد المسؤولية. الكنت انت طلعك الخارج، لكن احنا طلعتني طبلية أبوني وأرض أبوني وأرض أجدادني وعيشتني وحالني ومالني. انت الكنت النهاردة طلعك الخارج، وقلت لك الخارج إلا ما هي وسيلة مؤقتة فقط، هتعدي عدد سنين وعدد أيام والخارج مع السلامة. لكن اللي دايم وجه الله أولا، أرضك وبيتك وحلالك اللي تربيت عليه من جد أجدادك، ومن بعديهم أبوك، وبعديهم أنت، ومن بعديهم عيالك. يبقى أنت كده شبعان من طبلية أبوك، وشبعان من ظهر أبوك، وشبعان من ظهر الجدود اللي جدودك. لكن اللي ما يتكلم في الناقص وانت تروح عند فلان وانت تعمل عند فلان، مش عاوزين نرتله كتير في الكلام عشان الكلام تمنه غالي. مش هيساوي مع الناس اللي هي قلوبها مريضة واللي قلوبها ضعيفة واللي قلوبها ما عندهاش رحمة بالآخرين. أنا مش عاوز أهرتل كتير وأقول كلام يزعل مني ناس كتير. أنا بحب كل الناس وبعز كل الناس، لكن إنك أنت تضرب في الظهر، والله الخارج ما عمره ما يشبع ولا هتكون شبعان، الله هتكون جعان. لأنه الخارج وسيلة انتقال، مرحلة انتقالية، عشان انت طلعت من مرحلة جوعة لمرحلة انبساط، مرحلة ضيق هتقضي فيها سنينك وخلاص. لكن الشبعان صح اللي هو متربى على طبلية أبوه. أكيد في ناس كتيرة هتوافقني بالكلام دي، وأكيد في ناس كتيرة اللي هي عندها نقص، واللي حاسة عندها نقص وعاوزة تكمله هتكون معترضة على كلامي. يا رب ناس كتيرة تفهمني، وإنه مش عاوز أتكبر على حد أو أبقى مغرور، ولكن الرسالة دي عاوز أوصلها للناس اللي هي قليلة أصل، اللي ما تربتش على طبلية أبوها وحاسة إنه الخارج وصلها لمرحلة فوق. عمر الخارج ما يكون مرحلة فوق. الفوق أرضك وأرض أجدادك وتربيتك على طبلية أبوك. تحياتي لكم، العمدة بيوم.